موجز لأهم الأنباء أقدمها لكم أنا ديالا خلف من بريس 23. الأكراد يتظاهرون في عدة مدن أوروبية بمناسبة الذكرى 100 لاتفاقية سايكس-بيكو، حيث خرج في كل من مدينة كولن الألمانية والعاصمة النمساوية فيينا. كما خرجت مظاهرة احتجاجية في مدينة هامبورغ تنديدا بالقصف التركي على مدينة نصيبين وشرناخ، وقصف الفصائل الإسلامية لمدينة عفرين في ريف حلب والشيخ مقصود في حلب. انفجار في مدينة القامشلي يؤدي إلى مقتل شخصين وعدد من الجرحى. الفصائل الإسلامية تقصف مدينة عفرين في ريف حلب من مدينة أعزاز. رياض حجاب: الكرد هم جزء أساسي من الشعب السوري ولهم الحق في المواطنة الكاملة في سوريا المستقبل. حزب الله: مصطفى بدر الدين قتل بقصف من القوات المعارضة الموجودة في المنطقة قرب مطار دمشق. تنظيم الدولة الإسلامية تزيد من حصارها على قوات النظام في دير الزور.